يا مساء الفل، النهارده هاعمل معاكم سمكة الماكريل كده في الصينية بتتبيلة سهلة وبسيطة. سمكة حلوة جدًا، طعمها حلو وهنعملها بتتبيلة حلوة جدًا، يعني جميلة أوي ومش هتاخد مننا أي وقت خالص. أول حاجة هندخل على المقادير بتاعتنا، معانا حوالي كيلو ونص كده من السمك، منضفينه وغاسلينه كويس وناقعينه في محلول نقع اللي هو المَيّة والخل والليمون والملح، يعني مضبطينه كده. ومعانا التتبيلة بتاعتنا ليمون وتوم، ومعانا فلفل ألوان اللي هو فلفل رومي أحمر وفلفل أخضر، ومعانا شطة حامية كده، ومعانا التوابل بتاعتنا كمون وملح وكزبرة ناشفة وتوابل السمك، مفيش أكتر من كده توابل، ومعانا الخل بتاعنا. دي التتبيلة بتاعتنا سهلة جدا وحلوة، تقدري تحضريها على طول. أول حاجة هنجيب معانا الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هننزل بالثوم، يعني أهم حاجة نكتر التوم كده، يعني التوم بيبقى حلو جدا في السمك. وهنجيب السكينة بتاعتنا ونقطع الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والشطة السبايسي بتاعتنا. طبعا ممكن نعمله في الهون أو في كبة أو في أي حاجة متوفرة عندنا. وهنقطع كده الفلفل الأخضر بتاعنا والشطة السبايسي بتاعتنا، وهنعصر طبعا الليمون بتاعنا. هنحط الخل بتاعنا كده الأول حوالي كده من 3 ل4 معالق، يعني الخل والليمون والثوم دول أساس السمك بتاعنا في أي تتبيلة. وهنعصر الليمون بتاعنا برضو حوالي نص كوباية كده من عصير الليمون. الليمون حلو جدا في التتبيلة، برضو بيديها طعم حلو ومزازة كده في السمك، بيبقى طعمه حلو جدا. هنعصر الليمون بتاعنا طبعا، والتوابل بتاعتنا أساسية معانا كده، توابل السمك والكمون والملح والكزبرة الناشفة. هنفرم التتبيلة بتاعتنا كده في الكبة، وبعدين نوريها لكم كده بعد ما فرمناها. زي ما انتوا شايفين فرمناها، ما فرمناش فرم ناعم قوي، يعني سيبنا كل المكونات بتاعتنا باينة برضو زي ما انتوا شايفين كده. التتبيلة ريحتها جميلة جدا جدا، دي اسهل تتبيلة للاسماك، كلها تتبيلة روعة جدا، يعني مفيش في سهولتها كده ولا في حلاوتها، ما بتاخدش مننا اي وقت خالص. جميلة وكل مكوناتها موجودة عندنا في البيت، فلفل الوان وتوم والتوابل بتاعتنا. ولو مش متوفر عندك توابل سمك ممكن تستغني عنها تماما، مفيش اي مشكلة. هجيب السمك بتاعي واتبله كده زي ما انتوا شايفين، انا فاتحاه من جوه فتحة كبيرة زي ما انتوا شايفين، ومن بره كده مفتحاه برضو، يعني هتبله من بره كده. يعني تتبيلة السمك سهلة جدا جدا جدا، يعني بتاخدش مننا اي وقت خالص. تتبيلة حلوة جدا، أكلة سمك تجهزي جنبها شوية بتنجان مخلل مع طبق رز صيادية كده، يعني أكلة فوق الخيال. زي ما انتوا شايفين كده هتبل السمك بتاعنا كله كده، وبعدين نجهزه كده ونجهز الخضار اللي هنحطه في الصينية بتاعتنا. اول حاجة كده معانا من الخضار حوالي كيلو كده من البطاطس، مقطعينه شرايح، يعني مش سميكة ولا رفيعة أوي، حلوة كده. ومعانا كوباية زيت، ومعانا طماطم مقطعينها شرايح برضو زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا الفلفل الأخضر بتاعي وليمون شرايح. هو ده الخضار بتاعي، ممكن تحطي جزر، تحطي كوسة، ممكن تحطي أي حاجة انت حباها، يعني ما فيش فيها أي صعوبة خالص. ومعانا الصينية البايركس بتاعتنا، هننزل كده بمعلقة زيت كده زي ما انتوا شايفين. يعني الصينية دي بتبقى طعمها حلو جدا، يعني صينية بتكون جميلة كده وخفيفة في الأكل، وبيكون طعمها مختلف وحلو. هنزل فيها كده بالبطاطس بتاعتي، وهاخد الفلفل الألوان، الفلفل الأخضر بتاعي، ممكن تحط فلفل ألوان عادي مفيش مشكلة. وهناخد الطماطم الشرايح بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده برضو، يعني نقدر نظبط الصينية دي على مزاجنا كده براحتنا. وهناخد شوية كده من التتبيلة، برضو التتبيلة اللي بتفرق في طعم الحاجات دي، يعني بتبقى تتبيلة روعة جدا. وهنقلب طبعا المكونات كده كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ طبعا نجهز السمك بتاعنا. طبعا انا سبت السمك في التتبيلة دي حوالي ربع ساعة على ما خلصت الصينية وقطعت الخضار بتاعي، يعني تتبيلة ممتازة جدا وطعمها حلو جدا، ووصفة سهلة ما بتاخدش مننا اي وقت خالص، يعني
صينية سمك ممتازة. طبعًا وأحسن حاجة أمّا يكون السمك بتاعِك فريش كده صابح، تجيبيه صابح وحلو، أحسن من السمك المُتلّج أو اللي تجيبيه وتحطيه في الفريزر. لأ، السمك بتاعِك أمّا يكون فريش بيكون طعمه أحلى وأحلى. هاجيب شرايح الليمون زي ما أنتم شايفين كده أحطها من فوق، وشوية فلفل أخضر كده من فوق، يدّي شكل للصينية، وبكده بتكون الصينية بتاعتنا جهزت. بندخّلها على درجة حرارة عالية، الأسماك عمومًا كلّها بتدخل على درجة حرارة عالية، يعني 210، 220 على حسب أعلى درجة في الفرن عندِك. وهنحط معلقة زيت من فوق كده وندخّلها، ممكن نحطها في فويل كده وندخّلها. أنا هادخّلها كده يعني ما بتاخدش من نُص ساعة لساعة إلا ربع، أكتر من كده ما بتقعدش معانا. السمكة بتاعتنا بتستوي بسرعة، سمكة الماكريل بتاعتنا بيكون طعمها حلو وجميل جدًا. بعد ساعة كده أو ساعة إلا ربع خرّجناها من الفرن زي ما أنتم شايفين، فتحنا عليها الشواية بس خدت لون من فوق. يعني السمك بتاعنا كان جاهز جدًا ولحمته متفتفتة زي ما أنتم شايفين كده. يعني وصفة سهلة وبسيطة جدًا، تتبيلة خرافية، تقدري تحطيها كده في كل أنواع الأسماك، في الجمبري، في أي نوع سمك. سمكة حلوة جدًا بتتشرب التتبيلة بكل سهولة وبتستوي معانا في ثانية. يعني ما فيش فيها أي وقت خالص ولا فيها أي تعب ولا مجهود. يعني أكلة سهلة ولذيذة جدًا. يعني تقدري تاكليها بعيش البطاطس ديًّا مع شوية رز صيادية، مع شوية بتنجان كده. يعني أكلة حلوة جدًا، ما فيش فيها أي صعوبة. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال إعجابكم. استنونا في فيديوهات تانية كتير، وصفات أحلى، عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش اشتراككم في القناة وإعجابكم بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.